هاي يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فيديو عن اللانش بوكس. هنعمل كذا فكره كده في اللانش بوكس بتاعت الاطفال، ونشوف ممكن نحط لهم ايه معاهم، فطار او غدا. اول حاجه هبتديها كده، هو الفطار بتاعهم بيكون نحط مثلا جبن، نحط لانشون، نحط معجنات، ممكن اي حاجه انت عايزاها. بس بلس ان هما لو بيطولوا في الحضانه انت ممكن تضيفي لهم الغدا. فانا هنا كنت جايبه ناجت اللي هو على شكل الاشكال اللي هو بتبقى النجمه والديناصور والحاجات دي اللي هي بتاعه الاطفال. بنجيبه بيبقى حلو قوي، والاطفال بياكلوه بيبقى معاهم حلو قوي. فبنطلعه كده. اول حاجه هحضر لهم الفطار. انا هنا كنت بعمل الفطار عامله لهم الاول في التوست. هو هنا كانوا طالبينه، هو انت اصلا مهما تعملي لانش بوكس في الاخر بترجعي للي هما بيطلبوه منك، يعني هما اللي هيقرروا هما عايزين ايه في اللانش بوكس بتاعهم، مش هنحط احنا وخلاص. فهنا انا كنت عامله اللانش بوكس ده، يعني كل اللانش بوكس اللي انتوا هتشوفوه معايا هما اللي بيكونوا طالبون، يعني طالبينه مني، فانا بعمله. فاول حاجه عملنا التوست بالجبنه. طبعا ده توست مش اللي هو تخسيس، ده توست عادي بالقمح، بيبقى افيد للاطفال جدا من التوست اللي هو الابيض اللي هو بيكون بالدقيق الابيض بتاعنا. اللي هو بالقمح بيبقى افيد لهم بكتير قوي. تمام، حتى الكيكه اللي بالقمح افيد بكتير جدا من ان الكيكه اللي بتبقى بالدقيق الابيض. تمام. فاول حاجه هنعملها هنا، عملنا واحد جبنه، وبعد كده هنعمل واحد لانشون فراخ، بقفله كده في النص، يعني بقفله كده اتنين بحيث ان تمسكوا كده زي الساندوتش صغير كده وتاكلوا. بس عملت كده اتنين للفطار، وبعد كده حمرت الناجتس وهبتدي كده احط لها، يعني احط مثلا في كل لانش بوكس اشكال، هحط هنا 3 اشكال. تمام، والتلاتة التانيين هحطهم في اللانش بوكس التاني. بس وبعد كده بقى بنيجي في السناكس اللي هو بيبقى فوق، بنبتدي نعمل برضو منه كده اشكال. هنا برضو عملت واحد جبنة، واحد لانشون، بعمل الاتنين زي بعض بالظبط، مفيش اختلاف ما بينهم خالص. برضو هبتدي احط الناجتس ما بينهم. الناجتس دوت طبعا معروف ان هو بتاع الغدا. انا بفهمهم طبعا، انتي بتدي اولادك البتاع، لا اما بتفهمي الناني اللي بتبقى معاهم في الحضانه، لا اما بتفهميهم هم ذات نفسهم ايه اللي هم هياكلوه الاول. فانا بفهمهم ان اللي هيتاكل الاول هو التوست دوت الفطار بتاعنا، وده الغدا بتاعنا. اوكي، يعني هما بيروحوا بياكلوا الفطار بتاعهم، وبعد كده لما بيجي ميعاد البريك بتاعهم بعد ما بيخلصوا الحصص بتاعتهم يبتدوا ياكلوا بقى الناجتس، ياكلوا الحاجات الحلوه كده. الحاجات الحلوه اللي بتبقى فوق دي ما بتتاكلش خالص غير لما بنخلص اللانش بوكس بتاعنا كله. هنا كنت بعمل لهم سندوتش مربى توت، ده الحلو بتاعهم. انا هنا بعمل الحلو برضو في التوست، بس حسب بقى ما هم عايزين، يعني انتي في اللي عايز مربى بالفراوله، في بالتوت، في عايز سندوتش شوكليت، فحسب ما هم بيبقوا عايزين بحط برضو. هنا عملت اول واحد مربى توت، وهنا كانت عايزة شوكليت نوتيلا، هنا طبعا دي بديل النوتيلا، حلوة جدا. فحطينا تاني واحد شوكليت، هنعمله كده توست بالشوكليت، بيبقى حلو قوي وبيبقى طعمه جميل، ما بيفرقش يعني حاجة. وهنحطه برضو كده في اللانش بوكس، ويبقى كده خلاص ده اول لانش بوكس معانا خلص. يعني دي فكرة من الافكار بتاعة اللانش بوكس. بس والحاجات الحلوه بتاعتهم اللي هي بتبقى فوق، بنحط اوريو، بنحط صوابع شوكليت كده صغيره، اي حاجه كده من اللي هي بتبقى بتاعه الاطفال اللي هما بيحبوها وخلاص. او ممكن تحطي اي سناكس ابنك بيحبه.